السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. ومرحبا بكم معايا من جديد على القناه. وكنرحب بالناس الجداد اللي دخلوا القناه، كنقول لكم مرحبا مرحبا بكم وشكرا جزيلا على المتابعه. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله حلوه ديال دوازاتاي، ان شاء الله سهله وسريعه بدون زبده، يعني بيضه وحده. ونتمنى ان شاء الله تبقاو معايا، يعني تكملوا معايا الفيديو حتى النهايه ديالو، وما تنساونيش من لي لايك. نمشيو بسم الله على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. هنا خديت واحد الاناء، عندي هنا بيضه وحده. انا من الاحسن تكون بيضه تكون كبيره. الا كان عندكم البيض صغير من الاحسن ديروا 2 بيضات. انا عندي بيضه كبيره، درت بيضه وحده. شويه ديال الملح، قبصه ملح. هنا درت كاس لاروب ديال السكر سنيده، سكر حبيبات. يعني هاد الحليوه ساهله كتوجد في 10 ديال الدقائق. انا درت معلقه صغيره ديال الفاني بودره، الا متوفر عندكم الساشي ديال الفاني ديروها. كناخذ هاد المكونات هادو كنطربهم غير بالطرب اليدوي، يعني غير بيضه وكاس لاروب سنيده، قبصه ملح والفاني. كنطربهم مزيان. كنزيد هنا حامضه، قشور حامضه حكيت، يعني الا هكا عندكم الحامض خضر ديرو، عندكم الصفر ديروه. المهم كنسمو، كتجيب مذاق الحامض، كتجي رائعه، كتجي زوينه ولذيذه. صافي كنبقى نخلط مزيان هاد المكونات حتى كتبدل داك اللون ديال البيض، يعني كيولي داك اللون عاطي البيوضه. انا خديت كاس لاروب ديال الزيت، زيت المائده. انا راه كنعبر معكم كاس العنبه. صافي كنبدا نخوي في الكاس وانا كنخلط حتى كينسجم ليا داك الزيت مع دوك المكونات اللي درت. طريقه بسيطه وسهله. كيف شفتوا معايا كيتبدل اللون لهاد الخليط هذا. من بعد غادي نزيد كاس ديال مايزينا او نشا الذره، يعني كاس عامر. وغادي نزيد خماره ونصف، خماره من نوع 8 غرام ونصف، يعني ما يعادل تقريبا 12 غرام. كنحرك هاد مايزينا حتى كندخلها هي وخمارات في الخليط. وغادي نزيد الدقيق ديالي هنا. غادي نعبر معكم بالكاس. درت الكاس الاول، يعني خويته كامل. هنا غادي نحيد الفوبيه وغادي نبدا نخلط بيديا. صافي كتخلطوا وانتم عينكم ميزانكم. كتزيدوا الدقيق. هنا كنزيد الكاس الثاني، وفي الاخر غنقول لكم شحال زدت ليا بالضبط، شويه بشويه. المهم الخليط او القوام ديالها ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفه بزاف، تكون ما بين وبين، يعني تكون يعني مرخوفه شويه، تكون كتلصق باليد. كيف قلت لكم كنبقى نزيد شويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، يعني القوام اللي يكون ماشي على هذا الشكل. ما كتبان لكم حتى كتغسلوا يديكم، يعني ضروري انكم تحيدوا الخليط من يديكم وتغسلوا يديكم باش ما تبقاش تشد لكم ديك الخليط وكتبان لكم القوام اللي بغيتو. صافي كنكور هاد الكرات ديالي، يعني هاد الخليط كناخذ ندير كويرات يكونوا شويه كبار باش هكا راكم عارفين حلوه، يعني كتسمى بحال غريبه. تكون كبيره باش تجينا مشقه وتكون هكا ماشي كبيره بزاف ماشي صغيره، باش تجي هكا عاطيه العين والمنظر ديالها كيجي زوين. كنبدا نكور وكندير فواحد اللاطه اللي فرشت ليها
بابي كويسون صافي. وهنا راني مشعله الفران كيسخن، شعلت الفوق والتحت. غادي نديرها فوق، يعني في النار تكون ماشي مهيله بزاف، تكون متوسطه، والعافيه تكون مشعوله من الفوق ومن التحت. يعني راه كتوجد في اقل من 10 ديال الدقائق، اقل من 10 دقائق كتكون موجوده. يعني كتشوفوا يعني كتقلبوها، ما تغناوش عليها. يعني كل مره كتقلبوها في الفران راه دغيا كتشق ودغيا يعني كتحمر. يعني نتوما ما تخليوهاش تحمر بزاف، كتجي على هذا الشكل، كتجي يعني داك اللون مذهب. ما تخليوهاش تحمر بزاف وما تخليوهاش بيضه، يعني اللون يكون هكا ذهبي. كتجي رائعه وبسرعه كتوجد. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال النهار اليوم يلقى الاستحسان ديالكم ويعجبكم، وما تنساوش ديروا لي لايك وتعليق يكون محفز. واللي ما دخلش القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، دخلوا وديروا لي ابوني ولايك، فضلا وليس امرا. كيف قلت لكم نتمنى الوصفه ديال النهار اليوم تجيكم على النفس وتعجبكم. هنا غادي ندير معكم واحد الوحيده باش تشوفوا الهشاشه اللي كتجي، يعني هشيشه وكتجي رائعه صراحه. ما تندموش الا جربتوها. صراحه حتى يكونوا جايين الضياف يعني يجيو يدخلوا تعمروا يعني كويس ديال اتاي وديروها وبصحه والراحه.